اهلا بيكم اكيد في حلقه مخابرات جديده. الاسبوع اللي فات ده كان غريب جدا بصراحه، لو ما تفهمش بقى هو بناء لرويال رامبل ولا بناء لساتردي نايت مين ايفنت ولا بناء لايه بالظبط، ما حدش عارف، بس هنخش دلوقتي ونعرف. نبتدي كده بعرض سماك داون، واللي ابتدى اساسا كده بفقره ري ميستيريو. دخل ري ميستيريو وقال ان هو فرحان جدا انه في مدينته دلوقتي، وقال من الاخر كده انا هدخل رويال رامبل، معلش بقى، وقال ان الموضوع يبان صعب جدا، يعني الرويال رامبل الوحيد اللي كسبها كانت 2006، فطبعا شيء صعب جدا بس هو مش مستحيل. وبعدها بقى دخل له على طول كده كيفن اوينز، واللي قال له بقى بص يا معلم انت حققت كل حاجه وانا بحترمك ونفسي العب معاك بصراحه. وقال بما ان هو طبعا بيحبه جدا فهو نفسه يلعب معاه طبعا في ريسل مان، يعني عايزك انت تكسب الرامبل وانا احتفظ باللقب يا معلم والدنيا تبقى جميله. وري ميستيريو طبعا قال له يا ابني انت عبيط يا ابني، انت اصلا مش البطل، يعني معلش يعني انا لما اكسب يا عم وانت تكسب ساعتها نبقى نتكلم بقى. وكلمه من هنا بقى على كلمه من هنا، كيفن اونز يعني ضربوا والاثنين بقى يضربوا بعض كده والدنيا خلصت على كده. هتقولي الفقره دي ليه اصلا؟ هقول لك علشان تريبل اتش كده، هي اصلا ملهاش مبرر حقيقي يعني، بس هو عشان كده يعني. يلا بينا. في الكواليس بانيك الدس طبعا بيعتذر يعني ري ميستيريو، بيقول بص يا ابني ما تزعلش مني وهتلعب النهارده ضد كيفن اونز، يلا يا عم ابسط. وكودي رودز كان معدي كده فمس عليهم احلى مسا كده واتكل على هو كمان. انا زيك والله عشان المشاهد، انا زيك. وبعدها بنعدي بقى على ماتش بين جيمي اوسو وكارميلو هيز. ماتش بصراحه اللي هو كان حلو يعني، بس خلص دي كيو طبعا بسبب تدخل البورد لاين على جيمي اوسو وكمان كارميلو هيز، يلا عشان ما تزعلش يا عم. وبعدها بقى دخل سولو سكوا طبعا ومسك المايك وما عرفش يتكلم من الجمهور خالص، يعني الجمهور مش طايقه تماما. قام رمى المايك بقى ومشي، اللي هو جابها من قصيرها يعني. وجيكا فاتو بقى هو اللي مسك المايك وقالوا انتوا عايزين ايه مننا يا جماعه؟ انتوا عايزين يفهمونا كده؟ هو ده اللي انتوا عايزينه يعني؟ خلاص يا ماتت خدوا بقى واتباعوا بقى بالحياه بتاعتهم. اما انت عايزهم يعملوا لك ايه يعني؟ مش انت منتظر يعني اللي يقول لك الله جيكا فاتو الله سولو؟ انت عبيط يا عم. وقال بقى ان هو اصلا مش مهتم بتشجيعهم اساسا يعني، وقال بقى انتوا فاكرين ايه؟ انتوا فاكرين ايه يا جدعان؟ لو انتوا فاكرين اللي فات ده جنون، اللي جاي بص بقى تخلف. وبعدها بقى دخلهم ال نايت ضربهم شويه وبعدين اتضرب عادي، بس طبعا حبيب قلبين هيدخل برونو سترومان يعني ويخوفهم كلهم. الدنيا بص جميله على الاخر عايزين المشاهد. والمفروض يعني ان برونو سترومان وجيكا فاتو هيلعبوا ماتش طبعا في سماك داون الجاي. وبعدين واحنا ماشيين كده بنلاقي ماتش يعني ما بين الماشين جان دروس جارزا، برده كان ماتش حلو جدا ومتناسق وفاز الماشين جان عادي. واحنا بقى بالعادي كده خبطنا في ماتش بقى كيفن اونز وري ميستيريو. ده بقى كان ماتش جامد جدا بصراحه، الماتش فعلا كان جامد جدا. طبعا كيفن هو اللي كان مسيطر اغلبيه الماتش يعني، بس ري ميستيريو كان بيعرف يرجع طبعا بالخبره اللي عنده. ماتش بصراحه كان واقعي جدا بامانه، وايوه النتيجه تزعل بس طبعا هي النهايه المنطقيه يعني، وهي خساره ري ميستيريو من كيفن اونز. المهم يعني ان بعدها كيفن اونز يعني جاي يسلم عليه وجاي يعمل له البال درايفر، لكن لا معلش يعني معلش كودي يدخل يساعده، معلش بقى نعمل لك ايه؟ هو اصلا كودي مستني عند المدخل، اللي هو اي حد هيجيب رونز هضربه انا هدخل اضربه، هو كده. في الكواليس بانيك الدس بيقول لكودي رودز ان طبعا في عرض ساتردي نايت مين ايفنت هتسلموا الالقاب بتاعتكم عشان تتعلق يعني طبعا عشان ماتش الليدر ماتش اللي في الرويال رامبل. وقال في ساتردي نايت مين ايفنت انتوا الاثنين طبعا هتمضوا العقد بتاع الماتش بتاعكم، واللي هيكون موجود معاكم هو شون مايكلز. متشكرين يا حاج نيك الدس، متشكرين. ايه يا باشا العرض ده يا باشا؟ يعني هو ايه العرض ده اصلا؟ ايه هو؟ فين رومان رينز؟ انا مش فاهم يعني. لو انت جايب لي سولو اللي خسر، طب ورومان اللي كسب ده خلاص كده اللي هو اخد العقد يعني وراح بقى جزيره هواي؟ انتوا مجانين يا عم. ماشي يا عم هنشوف ايه بقى اللي هيحصل في ليلتهم من مش فايته دي، هنشوف بقى. المهم يعني ان كده خلاص عرض سماك داون ونخش بقى على عرض الرو. ابتدى العرض كده بفقره جي اوسو واللي دخل يعني وقال لك انه هياخد اللقب بس ما لحقش يتكلم علشان طبعا يدخل لجونسر. دخل طبعا وقعد يقلل لك جامد جدا من جي اوسو، قال لك يا ابني انا افضل منك ومش هتاخد اللقب وكل الكلام ده انا عندي العب ضد جيمي اوسو اخوك وما العبش ضدك، ايه رايك بقى؟ وقال له يا ابني الجمهور ده جمهور عبيط يا ابني، بيصدق اي حاجه انت بتقولها له، ده ما تاخدش على كلامه، ده جمهور عبيط. وقال انا عن نفسي بصراحه مستحيل اراهن عليك تماما. وقال بقى ان في ساتردي نايت مين ايفنت طبعا هيكسب وهينفخه يعني وعايزين وهيخلي طبعا الكل يضحك عليه. وجي اوسو قال له ان الجمهور ده طبعا فريقه والفريق ده طبعا هيقف معاه لغايه النهايه ولغايه لما يهزمه وياخد منه اللقب. وقال له انا قلت لك قبل كده ان انا بحترمك، عشان كده انت كمان لازم تحترمني علشان واحد بس فينا هو اللي هيروح الحدث الرئيسي للريسل مانيا. وجونسر يعني هجم عليه يعني، بس جي اوسو سيطر يعني في الاخر، اللي هو برضه بيقول لك ان جي اوسو جامد يا عم وعلى وضعه وهيخسر برضه، هو كده ما فيهاش كلام. لو انت ما تتخيلش ان جي اوسو هيكسب، لا انسى الكلام ده خالص يعني، اخره يعمل له حركتين كده وهيخسر برضه. قول له انت كحيان، انت كحيان، انت كحيان ويلا انت كحيان والله. واحنا بقى ماشيين كده بنلاقي ري ميستيريو يعني بيلعب ضد كوفي كينجستون، يعني قلنا نقعد ونشوف اللي بيحصل. والماتش بصراحه كان حلو جدا وكان فيه شغل عالي جدا من الاثنين، وكوفي كينجستون بجد بيلعب باسلوب حلو قوي، اسلوب عنيف كده شويه وحلو بصراحه يعني لايق عليه. بس في الاخر بقى بيفوز ري ميستيريو بالتثبيت السريع عليه، وبعدها هجموا على ري ميستيريو بس ال دبليو بيخشوا يساعدوه عادي. انا ما بقتش فاهم حاجه بصراحه في الشركه النحس دي، اللي هو اي حد بيتضرب حد بيدخل يساعده، اللي هو يا جماعه بالراحه بقى، في ايه يا جماعه؟ هي الناس كلها بقت طيبه يعني ولا ايه؟
ايه؟ ده انا بحس ان انا شرير يا جدع. وبعدها لقينا سامي زين كده ماسك المايك يعني وبيقول كلمتين مهمين. قال ان هو هيدخل الرامبل طبعا وانه بيفكر في مستقبله دلوقتي زي ما سيس رولينز قال له، وقال ان مسيرته مش الاقوى طبعا وما خدش القاب عالم علشان كده لازم ياخد اللقب ده. هو مش محتاج البطوله دي بس هو عايزها وهياخدها. وبعدها على طول بنلاقي كيفن اونز بيدخل له وسامي زين بيقول له انا عارف وكنت متاكد ان ده هيحصل. وكيفن اونز قال له بص يا ابني انا عارف ان زورك مع رومان رينز ده حاجه عاديه جدا يعني ما فيهاش اي حاجه، وطبعا واكيد طبعا مش اسوء من زور كودي رودز معاه. وقال لي انا بنفسي يعني عملت معاك حاجات وحشه كتير وانت برضه سامحتني علشان انت طيب يا سامي، وعلشان كده انت سامحت رومان رينز وانا ما عنديش مشكله في ده. وقال لي انا متاكد ان انت هتكسب الرامبل وفرحان جدا من ده وعايزك تعمل ده. وقال ان في حاجه وحيده ما عملناش مع بعض انا وانت في ماتش في الحدث الرئيسي للريسل مانيا على لقب العالم. انت هتكسب الرامبل وانا هكسب كودي رودز ونتقابل في ريسل مانيا وما تقلقش وما تخافش انا هساندك. وقال له انا عارف طبعا ان انت اخويا ولو انا احتجت لك هلاقيك ومشي. اللي هو بيحاول يكسب سامي زين طبعا لصفه اللي هو برضه ما تتدخلش لصالح كودي، اتدخل انا مثلا لو في تدخلات اتدخل انا يا معلم اخوك يا عم. هو ايه كيفن معلش يعني لو انت اي حد هتقابله هتقول له انا نفسي والله تكسب الرامبل والله نفسي ده انا بحلم بيه. انت ايه يا عم في ايه؟ بس عامه وبشكل عام يعني الفقره دي كويسه جدا وبتبني لك بقى الحاجات تانية يعني مش فقره عابره كده وخلاص، لا لسه في كلام كتير هيحصل بعدها. بنيجي بقى الماتش ما بين بنتاجون طبعا ضد بيت دان. ماتش بصراحه كان تقيل جدا جدا فوق ما تتخيل. بيت دان بصراحه عمل ماتش تكنيكي ابن لذينه بس في الاخر بنتاجون طبعا ما بيجيش مع الكلام ده، خلصها هو طبعا وكسب وجاي طبعا انتصارين يا باشا انتصارين ورا بعض. واحنا بقى واقفين كده طبعا لقينا سيم بانك مع المذيعه والمذيعه بتقول له طبعا ان الرويال رامبل دي هتكون رويال رامبل قويه جدا ومشحونه بالنجوم. وسالته بقى انت ليه حاسس ان الرويال رامبل دي هتكون مختلفه بالنسبه لك؟ ليه انت حاسس ان انت هتكسبها؟ سيم بانك طبعا خبط في الكل يعني وقال لك طبعا ان هو هيكسب ومفيش اي حد هيقدر يوقفه. قال لك ان جون سينا ورومان رينز ودرو ماكنتاير وسيس رولينز كل ده طبعا مش هيقدروا عليه وهو طبعا اللي هيكسب ومفيش غير كده. قال لك ان هالك هوجن لو دخل الرويال رامبل انا هوقعه بايدي من فوق الحبل الثالث اللي هو انا هكسب يعني هكسب مفيش اي حد هيكسب غير سيم بانك وانا بس اللي هروح ريسل مانيا. بصراحه يعني كلام ناري جدا من سيم بانك بصراحه اللي هو كلام بجد يحمسك كده للماتش ده اللي هو قاعد كده انت مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. لو هو اللي هيكسب بصراحه انا هفرح جدا ان دي طبعا هتكون حاجه تاريخيه بالنسبه له. وبعدها بنخش بقى على المين ايفنت يا معلم وهو سيس رولينز ضد درو ماكنتاير. يعتبر هو ماتش الاعاده من بعد ريسل مانيا 40. ماتش فعلا كان قوي جدا بصراحه. درو ماكنتاير في الاول كده كان ماسك سيس رولينز اللي هو منجده اللي هو انا هعجنك يعني، بس بعدها طبعا عم سيس رجع يعني في الاداء يعني وظبط الدنيا وعمل حركات حلوه يعني والماتش بقى مدعكه. وبعد كل ده بقى سيس رولينز بيكسب بالتثبيت السريع على درو ماكنتاير. كده درو ماكنتاير اخر ماتشين طبعا خسرهم اللي هو يعني انا مش فاهم في ايه بصراحه والاثنين بالتثبيت السريع يعني ماشي. وبعدها بقى درو ماكنتاير مسك سيس رولينز يعني وقعد يضرب فيه شويه بس سامي زين طبعا يدخل ويساعده وكل الكلام ده. وفي الاخر بقى يعمل هلوفا كيك بالغلط يعني لسيس رولينز بدل درو ماكنتاير. هو اي حاجه يعني عشان يحمسوك يعني اللي هو يقول لك في حاجه ممكن تحصل في اي حاجه ممكن تتعمل اي حاجه. وبس ده كان عرض روي عزيزي المشاهد يعني عرض روي يعتبر عادي ما فيهوش الحاجه القويه جدا ولا الحاجه اللي تقول عليها بص لا ده جمدان، لا حاجه بص عاديه جدا بصراحه. هما بس وجعوا دماغ ابونا بنتفليكس يعني وايرا جديده وحقبه جديده ومش عارف ايه وفي الاخر طلعت هي مفيش اي حاجه. ما علينا يا عزيزي المشاهد ما علينا يعني. ونيجي بقى لاهم الاخبار مع حسام كلو. حسام انت فين يا حسام؟ يا عم عايز ايه يا عم حلك مني بقى يا عم. ومش النهارده كان اجازه ايه يا عم؟ ما مفيش اخبار قويه اعمل لك ايه طيب يا عم ادينا اي حاجه يلا خلصنا خلينا نمشي. درو ماكنتاير كده كان في مقابله اخيره يعني وقال لك وشكر لك جدا يعني في دوين جونسون او ذا روك. قال لك ان ده يعتبر المصارع الوحيد اللي كان بيدعمه من بدايته اللي هو من بدايته هو بيدعمه لغايه وقتنا هذا يعني. هو ده اللي كان درو ماكنتاير بيقصده ان مفيش اي حد سأل عليه غيره هو ده بقى اللي كان يقصده. قاعد بقى يشكر لك ويمدح لك كتير يعني في ذا روك يعني من الاخر كده رغم ان درو ماكنتاير يعني نافخ كل اعضاء البلود داين بس ذا روك بالنسبه له خط احمر. ذا روك بالنسبه له حاجه كبيره وحاجه كويسه بالنسبه له وشخص بيحبه وشخص بيحترمه وهو ده اللي قاله في المقابله بتاعته. يا عم ماشي خليه ينفعه يا عم يعني هيعملوا ايه يعني؟ لا يعمل له قبل كده جاب له سيف يا عم ربنا يوعدنا يا عم. عندك بقى حاجه تانية؟ كيرت انجل كده كان في مقابله حديثه جدا واتكلم بقى عن حاجات كتيره جدا في مسيرته واتسال بقى اذا كان ممكن يعني يرجع يعمل سيجمنت يعني مع جون سينا في جوله اعتزاله ولا لا. وقال لك ان دي حاجه مش مستبعده تماما يعني عادي جدا الشركه تكلمه دلوقتي وتقول له تعالى اعمل فقره يا عم فهو يجي عادي يعمل فقره عادي ما فيهاش حاجه. وقال لك ان هو بيحب جون سينا جدا طبعا وفي تاريخ كبير جدا ما بينهم. وقال لك هم جابوني من سنتين كده في عيد ميلادي يعني لما عملت فقره كده مع تشات جيبل ومش عارف جبت لبن وكبيته عليهم وحاجات من دي يعني. فطبعا لو الشركه كلمتني دلوقتي وقالت لي تعالى اعمل سيجمنت مع جون سينا هقول لهم طبعا حاجه ما فيش اي مشاكل. انا بصراحه طالما هو مش هيلعب ماتش فانا تمام بصراحه اي فقره تمام خاصه ان فعلا الاثنين ليهم تاريخ كبير جدا مع بعض يعني. واكيد طبعا لو عملوا سيجمنت هيكون سيجمنت قوي جدا هيكون فيه بقى طبعا احداث من زمان بقى وحاجات حلوه هنشوف بصراحه بقى هل ده ممكن يحصل ولا اي كلام وخلاص. طب عندك حاجه تانية بقى ولا نمشي؟ طبعا انت عارف ان الوشم يعني حاجه عاديه جدا في مجال المصارعه ومعظم المصارعين بيحطوا وشوم عادي جدا. ايوه عارف. هو شيماس برضه كان في لقاء كده واتسال اذا
كان ممكن يعني يحط وشم زي كودي رودز في رقبته او اي وشم عامه. قال لك انه عمره ما فكر في حاجه زي كده ومستحيل كمان يفكر في حاجه زي كده تماما زي ما بقول لك. وقال لك ان اكيد كودي رودز يعني ليه حريه الاختيار يعني يعمل اللي هو عايزه عادي براحته، بس هو طبعا مش هيعمل وشم يعني ويسمي نفسه طبعا الكاوس الايرلندي، هو قال لك كده بالنص. لكن انا بالنسبه لي مستحيل اعمل كده تماما، ومش بس علشان انا مش عايز كده، لا كمان علشان عيلتي كلهم هيرفضوا ده، وخصوصا بقى امه اللي هترفض تماما موضوع الوشم ده. قال لك بالرغم يعني ان الوشم ده اصلا ساعات بيكون مفيد يعني وبيعبر لك عن هويه المصارع نفسه وبيعبر لك عن نفسه، بس طبعا مش كل الناس بتوافق تعمله، وانا بقى من الناس اللي مستحيل اصلا تفكر انها تعمله من الاساس، وخاصه بقى لو كان وشم على الرقبه زي بتاع كودي رودز. يا ابني هي ماما رودز ما عرفتش تربي، انا عارفها الولايه دي، هي ما عرفتش تربيه انا عارف، لو كانت ربيته صح ما كانتش خلته يحط وشم على رقبته. هو في كده يعني؟ هي دي الاخبار بذمتك يا عم؟ اعمل لك ايه يا عم؟ والله العظيم ما في اخبار. اعمل لك ايه؟ اخترع لك انا اخبار؟ طب ادينا حاجه تانية بقى ولا خلاص؟ بص بصراحه كده كان في خبر مدكنه كده بس هدولك، يلا خد يا عم. بول هيمان كان في مقابله حديثه جدا كده واتسال على امكانيه طبعا انه يدير مثلا القصص اللي بتحصل في الشركه وانه يسيطر يعني على الجانب الابداعي كله بنفسه. لكن بقى بول هيمان رد يعني وقال لك ان هو مش عايز يعمل كده تماما، اللي هو انا مش حابب اعمل كده يا عم. هو طبعا بنى لك نجوم زي كودي رودز وجونسر وبرون بريكر وناس كتيره جدا، فبصراحه هو عامل شغل عالي. هو مين ده اللي بيعمل شغل عالي؟ هو بيقول لك ان تريبل اتش يعني احسن واحد مسك الحته دي يا معلم وبيعمل اداء خرافي. هي الباور بومب لسه مأثره عليه يعني ولا ايه؟ ما اعرفش بقى بصراحه يعني. هو قال لك ان هو بيحب تريبل اتش جدا وبيحترمه جدا وبيحترم كل حاجه بيعملها، وشايف ان اللي بيعمله ده هو الصح، وانه طبعا سيطر على كل حاجه وخلى الشركه طبعا تروح في حته ثانيه. ايوه هي راحت في حته ثانيه بس حته وحشه عامه. هو بيقول لك يعني ان هو عمل نجوم جداد يعني وظبط الدنيا، بدل ما كان محور الكون كله على رومان رينز دلوقتي بقى عندك نجوم تانيين طبعا بيعملوا حاجات تانية. ايوه هما بيعملوا حاجات تانية بس حاجات مش حلوه. هو ما حدش قال له يعني ولا ايه؟ هو قعد بقى يمدح كتير في تريبل اتش يعني وقال لك ان النظام بتاعه ده نظام ناجح جدا وزود المشاهدات وزود كل حاجه، وان هم دلوقتي في احسن عصر في المصارعه. وقال لك ان في مصارعين كتير كمان رايهم من رايه يعني، وقال لك ان ده عصر يعني عصر جبار. ومن المصارعين دول راندي اورتون اللي قال لك ان في تقدم رهيب جدا من ساعه لما تريبل اتش مسك الشركه. انت قصدك راندي اورتون اللي ما كسبش ولا ماتش في عرض شهري قصدك عليه يعني؟ يا عم ما اعمل لك ايه؟ طيب ما هو ده كلامه يعني، اعمل لك ايه يعني؟ اجيب لك كلام منين؟ طيب ما هو ده كلامه. لا خلوه له بقى كلامه ده خلوه له هو يا باشا. احنا عارفين تريبل اتش، عارفين احنا رايحين فين، بس مش عايزين كلام تاني بقى. الراجل ده مبدع بصراحه يعني، بيعرف بص يلففك كده حوالين نفسك ويلبسك الخازوق الحلو. يلا خد اهو. يلا يا عم عندك حاجه تانية ولا نغور من هنا يا عم؟ بصراحه انا مكسوف منك يا عم، معيش حاجه تانية كمان؟ ما عندكش حاجه تانية يا عم؟ اتكل على الله يا عم. يا عم انتوا جايين توجعوا دماغي والله. امشي يا حبيبي امشي، يلا خلاص كده. وبس يا جماعه ده كان فيديو النهارده، اتمنى بجد يكون عجبكم. لو وصلت لغايه هنا بس اشترك في القناه واعمل لايك طبعا واكتب تعليق جميل شبه كده. وبس عايزين المشاهد سلام.